طبعا اليوم مباراة النصر والهلال قد أدارها طاقم مغربي بقيادة الحكم رضوان جيد، مساعد أول حسن سكاد، المساعد الثاني مصطفى أكراد، وحكم الفيديو من الجزائر سمير الكساس. نعم. طيب نبدأ بالحالات مع الكابتن اللي ظهرت في هذه المباراة. طبعا عندنا اليوم 10 حالات. نشوف الحالة الأولى الدقيقة 11 سقوط لاعب النصر داخل منطقة الجزاء، استمرار اللعب هو القرار السليم، لا يوجد ركلة جزاء، تصادم بين لاعب الهلال ولاعب النصر، ان الحركة طبيعية من مدافع الهلال، اصطدم بلاعب النصر، لا ترتقي الى ركلة جزاء، لا يوجد فيها عنف، لا يوجد فيها تهور، اصطدام طبيعي واحتكاك طبيعي، استمرار اللعب هو القرار السليم، والحكم امر باستمرارية اللعب هو القرار السليم. نعم. الحالة الثانية نشوف الحالة الثانية في الدقيقة 37 ايضا لا يوجد ركلة جزاء للهلال، لاعب النصر نجح بلعب الكرة ولاعب الهلال هو من قام بركل لاعب النصر في هذه الحالة، استمرار اللعب هو القرار الأنسب في هذه الحالة، لا يوجد ركلة جزاء للهلال، وأيضا لا يوجد خطأ للاعب النصر، فاستمرار اللعب هو القرار السليم، أيضا الحكم أمر باستمرارية اللعب. طبعا كان دائما قريب من الحالات الحكم قريب من الحالات، وتميز خاصة في الشوط الأول في قرارات الصعبة. نشوف اللعبة الثانية، طبعا خطأ لصالح النصر على اللاعب رقم 5 من الهلال، لاعب البليهي. نعم. أنا جبت الحالة هذه لأن اللاعب علي البليهي عليه كرت أصفر في بداية المباراة، كان الاحتجاج، وهذه اللعبة للأمانة لا ترتقي إلى كرت أصفر ثاني. نعم هناك اعتراض، هناك احتكاك، ولكن لو نشوفها باللعبة الأساسية في لاعب من لاعب الهلال مغطي على لاعب على زميله، نشوف في أثناء الاحتكاك نشوفها من البداية مرور لاعب النصر، هناك لاعب آخر مغطي على لاعب الهلال، يعني هناك لا تكون هناك فرصة واعدة، لاعب الهلال لعدم وجود الفرصة الواعدة. نعم لعدم وجود الفرصة الواعدة، ركلة حرة مباشرة فقط لا ترتقي إلى الكرت الثاني. نعم. فقرار الحكم قرار سليم. نشوف الدقيقة 68 طبعا كرت أحمر صحيح على لاعب النصر، منع فرصة تسجيل هدف، حكم المباراة في البداية أشهر البطاقة الصفراء، ربما تراءى لأن اللاعب الثاني من لاعب النصر مغطي على اللاعب، ولكن في حقيقة وهنا استعان بالفار. احنا فقط اخوي عبد العزيز نلاحظ لحظة العرقلة، لحظة اللمس والإعاقة، هنا نوقف اللعبة نشوف اللاعب المدافع في وين مركزه، ليس بعد الإعاقة، فهنا الإعاقة واضحة. طبعا استدعاء صحيح من حكم الفيديو، هناك نسميها بالإنجليزي دوكسو، هي منع فرصة تسجيل هدف، وكانت العرقلة داخل منطقة العرقلة خارج منطقة الجزاء، جميع الشروط متوافرة الأربع، فيستحق الكرت الأحمر. نعم. وقرار الحكم صحيح بتعديل قراره من الأصفر إلى الكرت الأحمر. نعم. الحالة التالية نشوف الحالة الثانية في الدقيقة 72 طبعا أيضا جبنا هذه اللعبة لتوضيح الرأي العام بأن ارتقاء كوليبالي واصطدامه بلاعب كريستيانو رونالدو لاعب النصر لا ترتقي إلى الكرت الأصفر، أيضا كوليبالي في هذه الحالة كان لديه كرت أصفر، في هذه الحالة لا تستدعي إلى الكرت الأصفر الثاني. نعم هناك تصادم. نشوف في هذه الإعادة أخوي عبد العزيز كوليبالي قام بالاندفاع ولكن لم يقم بأي حركة إضافية من قبل ذراعه أو يده، لو كان هناك حركة إضافية بالامتداد أو بالضرب على الوجه كان تستحق الكرت الأصفر الثاني والطرد، ولكن قرار الحكم قرار سليم بمنح فقط ركلة حرة مباشرة. ويعجبني من الحكم أنه لم يتأثر ب اسم اللاعب أو قوة اللاعب. نعم حماية اللاعبين شيء مهم في قانون كرة القدم، ولكن هنا الاصطدام وجمالية كرة القدم، هنا اصطدام طبيعي بإهمال فقط ولا ترتقي إلى الكرت الأصفر. أنا للتوضيح فقط أن نجيبها للجمهور على أساس أن هذا اللاعب كان يحمل الكرت الأصفر الأول، وهذه اللعبة لا تستدعي إلى الكرت الأصفر الثاني. نعم. أيضا حالة أخرى، هذه الحالة اللي يمكن أدت إلى ظهور الكرت. نعم هذه الحالة في الدقيقة 76 طبعا الحكم احتسب ركلة جزاء، قرار خاطئ من حكم المباراة على اعتبار أن هناك اتكاء أو دفع من قبل المدافع، ولكن المدافع في ارتقاء نجح بلعب الكرة وردها إلى حارس المرمى بالرأس، ومن ثم أصبح التصادم والارتقاء والتلاحم، وهذا ارتياح طبيعي. قراءة جيدة من حكم الفيديو باستدعاء حكم الساحة بمشاهدة اللعبة مرة أخرى بأن اللاعب المدافع النصر في حال عدم حصول لاعب النصر الكرة هنا نعم أمر مختلف. نعم لو اللاعب لم ينجح بلعب الكرة نعم هناك راح يكون هناك ارتقاء. هل في استعانة؟ هذا استعانة طبيعية ولم يكن هناك أي ضرب ولم يكن هناك أي تهور في اللعبة. نشوف اللعبة، اللاعب
نجح بلعب الكرة، والارتقاء هذا ارتقاء طبيعي، والتلاحم اخوي عبد العزيز في كرة القدم تلاحم، لعب احتكاكات ولعب تلاحم طبيعي بين الاجساد، فاستمرار اللعب هو القرار السليم، وما قام به حكم الفيديو باستدعاء حكم الساحة والغاء لعب ركلة الجزاء واستئناف اللعبة باسقاط هو القرار السليم، وما قام به حكم الفيديو وحكم الساحة في هذه اللعبة هو القرار السليم. جيد. نشوف الدقيقة 79، طبعا لعبة مؤثرة ولعبة مهمة، الحكم لم يأخذ القرار السليم فيها. أنا وجهة نظري ركلة جزاء للنصر بداعي دعس اللاعب. نشوف هنا في اللعبة اللاعب لم ينجح بلعب الكرة، ومن ثم ذهب القدم إلى قدم اللاعب بن الكاحل. نشوف الإعادة، هناك قدم على القدم، تستحق ركلة الجزاء للنصر. لماذا لم يعود إلى الفار؟ هنا السؤال، يفترض يمكن لم يحصل إعادة واضحة، يعني حسب احنا الإعادات اللي موجودة، نعم هناك تلامس، ولكن يجب أن تكون لربما عند حكم الفيديو لم تكن هناك لقطة واضحة أكثر بزاوية أكثر لاستدعاء للحكم، ولكن حسب اللقطة الموجودة عندنا هنا أن هناك دعس من قدم لاعب الهلال على لاعب النصر تستوجب ركلة جزاء للنصر، وأيضا البطاقة الصفراء على لاعب الهلال، ولكن في هذه الخطأ الوحيد اللي احتسب على حكم المباراة وحكم الفيديو بعدم استدعاء حكم الساحة. نعم. ناخذ ايضا حالة أخيرة او لقطة أخرى في الدقيقة 98. طبعا هذه لعبة مركبة ولعبة صعبة جدا. اللعبة الأولى لا يوجد تسلل على ماني حسب الرسم البياني اللي راح يظهر، ولكن هناك لعبة أخرى أيضا، لعبة أيضا مركبة نريد نشرحها أخوي عبد العزيز حسب الفيديو. خروج حارس المرمى ووجود مدافع يغطي حارس المرمى، يعتبر هذا المدافع هو أول مدافع، أو يعتبر في اللغة الدارجة أن هذا اللاعب هو حارس المرمى. نشوف اللعب اللي نوقفها بتينا في الإعادة، اللاعب المتأخر هذا يعتبر أول مدافع وهو الحارس، واللاعب الثاني هو اللي نحسب عليه هل هذا اللاعب متسلل أو غير متسلل. راح نشوف هنا في الإعادة. اللعبة الأولى جاتنا بالرسم البياني بالتسلل الشبه الآلي، لا يوجد أوفسايد على لاعب النصر، استمرار اللعب هو القرار السليم، ولكن نروح نشوف اللعبة الثانية هل يوجد تسلل على لاعب النصر أو لا يوجد تسلل. هذه فقط الصورة نروح نوقفها هنا أثناء اللمس، هذه وقفت الصورة أثناء التسديد اللاعب رونالدو مع لاعب الهلال على خط واحد حسب ما نشاهد في الزاوية. للأسف لم يتم إظهار الرسم البياني تقنية ولكن مع الأكيد بأن حكام الفار دققوا اللعبة وأكدوا صحة الهدف، وهذا الهدف الثاني لتقنية الفيديو اللي تم التأكيد على صحة قرار الهدف الثاني. طبعا هذه اللقطة الوحيدة الموجودة كابتن، هذه اللقطة الوحيدة اللي موجودة اللي استعينا فيها وجهدنا في أن نحن نحصلها، ولكن لم يتم إرسال اللي هو الشبه الآلي، ولكن حسب ما يوضح لنا طبعا أكيد حكام الفيديو قاموا بالتدقيق وقاموا بالتشكيك. هذه لقطة أخرى طبعا على لاعب النصر، تم دخول لاعب النصر، هذا اللاعب رقم 77 بروفيزوفيتش لديه كارت أصفر، وهذه اللعبة أيضا دخول بتهور لا ترتقي إلى الكرت الأصفر الثاني، فاحتساب الحكم فقط بركلة حرة مباشرة هو القرار السليم في هذه اللعبة، ولا تستدعي إلى الكرت الأصفر الثاني. عندنا آخر لعبة وأيضا لعبة جدلية في الدقيقة 118، مطالبة نادي الهلال بركلة جزاء بداعي لمسة اليد. خلينا نشوف اللعبة. اللاعب لم يقم بأي تكبير بحركة الجسم، الكرة سقطت على يد اللاعب وهي في وضع طبيعي، ولم يكن هناك أي تكبير للجسم، ومن ثم في الفخذ، ومن ثم راحت حركة حارس. نشوف اللعبة، حركة اللاعب طبيعية، اللاعب حاول يتفادى الكرة بلمسة اليد. قرار الحكم قرار سليم باستمرارية اللعب، وأيضا قرار حكم الفيديو وصحة قراءته وتفسيره للعبة بلمس اليد أيضا تفسير صحيح، استمرارية اللعب هو القرار السليم. هذه كل ما لدينا في مباراة اليوم. طبعا الحكم لم يكن مؤثر في نتيجة المباراة، لأن الأخطاء ركلة الجزاء حسب تحليلي وجهة نظري لفريق النصر فلم يؤثر في نتيجة المباراة في هذه يمكن هذه البطولة أظهرت حكام رائعين مثل رضوان وكذلك محمود البنا وعلي صباح.